السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى تكونوا كامل بألف خير وصحة وعافية. قبل ما نبداو في الوصفة تاع اليوم نطلب من كل وحدة راهي تشوف في الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة. اما بالنسبة للوصفة تاع اليوم فراح تكون وصفة تاع العرايش تشارك والحنيونات والمعرش والنجمة، يعني كل هذه الحلويات تقدروا تستعملوا هذه العجينة. العجينة هذه مختلفة عن العجينة التقليدية تاع بكري، عجينة جديدة بزاف شابة، ننصحكم تجربوها ما راحش تندموا. عندنا في هذه الوصفة 2 كيلات نتاع فرينة، كيلة تاع مايزينا، كيلة تاع سمن. تقدروا تخلطوا السمن مع الزبدة، انا درت نص كيلة سمن ونص كيلة زبدة. عندنا ملعقة كبيرة تاع لحظة، عندنا ملعقة كبيرة تاع سكر ناعم، عندنا صفار بيضة، عندنا بما انه راح نستعمل 500 غرام تاع فرينة اللي هي 2 كيلات مع 250 غرام تاع مايزينا، راح نديرو صفار بيضاء. اذا درتو كيلو تاع فرينة ديروا 2 صفار بيض، يعني دوبلو المقادير، و2 ملاعق تاع لحظة، 2 ملاعق تاع سكر ناعم. والخميره الكيميائيه ديروا وحده كامله، انا راح ندير نص تاعها لاني قسمت الكيله. وعندنا قرصه تاع الملح ولافاني، وراح نطم العجينه تاعي بالماء زائد ماء الزهر. اللي ما عندهاش لحظه بودره طم العجينه تاعها بالحليب زائد ماء الزهر. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. نحطوا في وعاء فرينه او جميع المقادير الجافه، النشا او المايزينا، حليب بودره، السكر الناعم، قرصه تاع الملح ولافاني، والخميره الكيميائيه كما قلت لكم نديروا النص تاع الكيس، لاني درت 500 غرام تاع فرينه. اللي دير كيلو دير الكيس كامل. خلطوا المقادير، ضيفوا الصفار تاع الحبه تاع البيض، اذا درتو كيلو ديروا صفارين، ونديروا الزبده والسمن. بما انه رانا في فصل الصيف والحراره راهي عاليه كما راكم تشوفوا، راهي فوندون ماهيش جامده، يعني نستغناو على نذوبوهاش، ولكن اذا كنا في فصل الشتاء نذوبوها ونديروا نخلوها حتى تبرد باش نستعملوها. ونبداو نبسو في الفرينه بالخليط تاع السمن مع الزبده. بعد ما نبسس الخليط تاعي مليح نبداو نضيفو في ماء الزهر زائد ماء. اللي ما عندهاش الحليب بودره تلم العجينه تاعها ماء الزهر زائد حليب. بعد ما نخلو العجينه تريح ننتقلوا للحشو. عندنا 3 كيلات تاع مكسرات، يعني كاوكاو لوز اللي تكون عندك او حسب اختياركم، مطحونين متوسط، يعني مامش بودره ماشي خشين بزاف. عندنا 3 كيلات مع نص كيلة تاع سكر عادي، لافاني، عندي ملعقه كبيره تاع زبده تقدروا تستبدلوها بصفار تاع حبه تاع بيض، وعندنا ملعقه تاع معطر اللوز الحلو في حاله ماذا اذا ما استعملنا الكاوكاو نديروا معطر تاع اللوز. ونطم الخليط تاعي بماء الزهر.
بعد ما ترتاح العجينه ونخدموا الحشو ونوزنوا الحبات كاع على جهه ونديروها في كيس باش ما تنشفش العجينه. بالنسبه للعرايش والحنيونات وزنت الوزن تاع الحبه 40 غرام. اما بالنسبه للحشو فكذلك وزنته 20 غرام للعرايش وللحنيونات، والتشارك الوزن تاع الحبه 35 غرام والحشو 15 غرام. الان نبداو في عمليه التشكيل. نبداو بالتشارك، نديرو شويه فرينه في السطح تاع الطاوله، نفتحو العجينه على شكل حربوش. هذا بالنسبه للتشارك. ثم ندير فتحه في المنتصف بهذا الشكل ونرفع الجوانب. نفتح الحشو تاعي كذلك على شكل حربوش، ونديرو في المنتصف بهذا الشكل. نغلق عليه ونحاول نعدل الحبة تاعي. نفتحها نخليها بومبيا في المنتصف ورقيقة من الجوانب. الشكل تاع الحبة تاع التشارك. يعني هذه الطريقة عملية واحسن من الطريقة القديمة تاع تفتحوها على شكل دائرة وتلفوها. يعني هذه الطريقة احسن منها في الطياب وفي كلش. وهذه هي الحبة تاع التشارك. الان ننتقلوا للحبة تاع العرايش. نديروا شويه فرينه دائما، ما نكثروش، مع انه العجينه طريه ما نخافش منها تبسلي. شكلوا دائره. نقسموا العجينه على 3. ندير 3 حرابيش صغار وندير بهذا الشكل. نشكل كأنه حرف إجريج بهذا الشكل. الآن نغلق على الحشو بهذه الطريقة. نحاول ما نخرجش الحشو للبرا. نحاول دائما ندير السمك تاع الرجلين كيف ما نديرش واحد عريض وواحد رقيق، ونلفهم بهذه الطريقة نفس الاتجاه. وهذا هو الشكل تاع العرايش. بعد ما كملنا التشارك والعرايش، الآن ننتقل إلى طريقة تشكيل الحنيونات. عندنا دائرة كويرة والحشو نفتحوها على شكل حربوش كما التشارك. ثم نديرو فتحة في المنتصف، نطولو هذو الجوانب بهذا الشكل. نفتح الحشو تاعي على شكل حربوش كذلك حسب الطول تاع الحنيونات، حسب الطول اللي درتو. نديرو في الوسط بهذا الشكل. نغلق على الحشو يعني تقريبا كما التشارك، ولكن هذا ما نديروش بومبي في المنتصف، نديروه قح كيف. بعد ما غلقت عليها نفتحها نطولها شويه.
نديرو نفس الحجم، منديروهاش كيما تشارك، ونشوفو الطول الملائم. نديرو الجهة اللي غلقنا منها من الأسفل، ثم ندور بهذا الشكل، نعبز عليها منا، ثم نحكمها بهذه الطريقة بهذا الشكل. نحاول كيفاش نخفي الآثار تاع الفتحة، ولكن ما يهمش، راح نديرو لهم الطلية كي اللي تحب تسكرهم. تقدروا ديروهم مباشرة في الصينية كما راهم، طيبوهم كما تقدروا ديروهم في هذو ليمول تاع الحديد، فقط باش يجو نفس الحجم، مش وحدة كبيرة على وحدة. وندخلوهم للفرن لمدة 30 دقيقة إلى 35 دقيقة، خلوهم يطيبوا مليح ومن بعد نجبدوهم. حاولي تشارك. ما طاب التشارك وطابت العرايش، نديرو الحنيونات ولا الكعكات يطيبوا. خلوا العرايش تاعنا يبردوا عفوا باش نديرو لهم الطليه. اما التشارك اللي حبت، كاين طريقتين، يا اما تكون عندكم كميه قليله كما انا درت كميه قليله فقط من الفرن هو سخون مباشره، ديروه في السكر الناعم بلا ما ديروا شارباته كامل وتسكروه، يعني لكم الاختيار. حاولي التشارك هو سخون نديروه في السكر الناعم مغربل اكيد، نخلوه لمدة 5 دقائق او 10 دقائق في السكر، ثم نعاودو نسكروه مرة اخرى. وعند التقديم نزيدو نرشوه بالسكر، يعني هذه الطريقة احسن من الشربات او ماء الزهر. الآن ننتقلوا إلى الطلية. كما شفتوا تشاركتنا في السكر الناعم مباشرة من الفرن إلى السكر. أما العرايش والحنيونات راح نطليهم. أنا درت الطلاء الملكي، اللي حبيت تشوف الوصفة تاع الطلاء الملكي تروح للوصفة تاع المخبز، راح تلقاوها في الفيديو تاع المخبز. الطلية تاعكم وتختاروا اللون اللي تفضلوه عفوا. ولكن راح نقول لكم الوصفه مش فيهاش مقادير بزاف. المهم فيها بياض بيضه، كاس شاي، كاس كيما هذا تاع الشاي تاع ماء، ونص كاس تاع ماء الزهر، وربع كاس تاع عصير ليمون. هذه الوصفه تاخذ منكم 2 علب تاع سكر ناعم، يعني 700 غرام و700 غرام. تلموا العجينه السكر تاعكم على شكل عجينه، ما تضيفوش فقط عصير الليمون. كي تلموها على شكل عجينه تبداو تفتحوا فيها بهذاك ربع كاس تاع عصير الليمون باش تعطيكم النتيجه كيما هذه. نبداو نطلوا الحبات، نحطها في شباك كيما هذا من الاحسن باش تساعدكم في الخدمه. نبدا نحط بهذه الطريقه ونخلي الطليه تاعي تهبط. كما راكم تشوفوا بعد ما نشفت الطليه ننتقلوا الى التزيين. تزيين اختياري، كاين ورود يتباعوا تقدروا تشروهم تلصقوهم. انا هنا خدمت ورود بعجينه السكر، استعملت هذا المول كما راكم تشوفوا، واستعملت كذلك هذا، خدمت ازهار بعجينه السكر، مازال ما كملتش التزيين. كذلك راح نستعمل سكر شبيكة، خدمت به هذا الورود اللي راح نقصهم ونلصقهم في الحنيونات. ناكخي اكيد ناكخي بالارجو راح نمسح به الحبة. وعندي هنايا شوية طلية راح نلصق بها الورود تاع عجينة السكر. ويبقى تزيين اختياري
هذو الحبات كملتهم، درت الحلوى في المنتصف. هذا هو الشكل النهائي تاع العرايش. كما راكم تشوفوا زدت اللون هذا صومو. اللون هذا تحصلت عليه، درت مزيج ما بين اللون البني واللون البرتقالي للطلاء الملكي، يعطينا هذا اللون، ملون سائل. ويبقاو الالوان والتزيين، كاين ورود اشكال انواع، اللي ما تحبش تعب روحها راهم يتباعوا متواجدين في الاسواق الورود باشكال والوان مختلفه. اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. الملتقى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.